في الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبليه شرحت لكم طريقه تقدروا من خلالها تعملوا عدد كبير جدا من الفيديوهات دفعه واحده بالذكاء الاصطناعي، وبدل مثلا ما كنت بتنزل فيديو واحد ولا فيديوهين بالعافيه، ولقيت الطريقه تقدر من خلالها تنزل بالخمسه والعشر فيديوهات واكتر كمان في اليوم، ولكن بشكل تلقائي. يعني انت حرفيا مش بتعمل حاجه غير يا دوبك بس كام خطوه بسيطه. ولكن يا شباب مشكله الطريقتين دول ما كانوش ينفعوا فقط غير على الكمبيوتر، ولكن للاسف الناس اللي كان معاهم موبايلات الطريقه دي ما كانتش بتشتغل معاهم، لان اغلب الاضافات بتاع كروم للاسف مش هتقدر تنزلها على الموبايل، وكان لازم يكون معاك كمبيوتر عشان تقدر تعمل الطريقه دي. لحد بالفعل لقيت طريقه تقدر من خلالها انك تنزل الاضافتين دولت عندك على الموبايل بدون الحاجه ان يكون معاك كمبيوتر. الصراحه الطريقه دي مش انا اللي لقيتها، بل بالعكس كان في واحد من المتابعين تحت في التعليقات هو اللي قال لي على الطريقه دي، وانا الصراحه ما كنتش اعرفها خالص. وبالفعل لما انا جربتها عندي على الموبايل لقيتها شغاله عادي جدا، وحابب جدا اشكر الشاب ده لو بيتفرج على الفيديو، بجد شكرا جدا. انا بقى في الفيديو ده هوريك طريقه تقدر من خلالها تعمل مجموعه كبيره جدا من الفيديوهات، ايا كان بقى شورتس او فيديوهات طويله مدتها تتخطى ال10 دقايق دفعه واحده بشكل تلقائي، بدون بقى ما تتعب نفسك والكلام ده، وبشكل مجاني بالكامل ولكن من الموبايل. لو عايز تعرف الطريقه دي بتتعمل ازاي تابع معايا الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا سونيك. عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يا ريت يا شباب ما تنسوش اللايك والسبسكرايب بتوعكم، وانكم تفعلوا زر الاشعارات علشان يوصلكم كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. ويلا بينا نبدا من غير كلام كتير. في البدايه كده يا شباب هنفتح بلاي ستور عندنا من موبايل، ونضغط هنا على البحث ونبحث عن براوزر اسمه كويتا، اللي هو ده اللي مكتوب عليه كويتا براوزر، وهنضغط هنا على بحث. وهو يا شباب ده المتصفح اللي احنا هنستخدمه، اللي هنقدر عن طريقه ننزل كل الاكستنشن اللي احنا محتاجينها بدل ما نستخدم المتصفح بتاع كروم. فهنضغط عليه بالمنظر ده وهتثبته عندك على الموبايل، ولكن انا عشان مثبته فمش محتاج ان انا اثبته عندي تاني. اول ما تفتح متصفح كويتا عندك بالمنظر ده هتنزل تحت هنا في السيرش هتبحث عن كروم ويب ستور، وهتضغط عندك على بحث، وبعد كده هتدخل على اول رابط هتلاقيه في وشك اللي هو الرابط ده، وبعد كده هتلاقي ان سوق كروم فتح معاك بالمنظر ده. هتقرب كده شويه وتروح هنا عند البحث، وهننزل عندنا اول اكستنشن او اول اضافه. اول اضافه هنحملها هي اوتو ميتا، وبعد كده تضغط هنا على بحث وهنختار اول اضافه اللي فوق دي، فهنضغط عليها، وبعد كده هنطلع فوق هنا وهنضغط هنا على الاضافه الى كروم بالمنظر ده، وبعد كده تنزل تحت وتضغط على حسنا، وبالفعل الاضافه هتتحمل معاك في خلال ثواني. وبكده الاضافه اتحملت عندك على المتصفح بتاع كويتا براوزر. تعالى برضو نطلع فوق هنا عند البحث عشان نحمل الاضافه بتاعتنا الثانيه اللي هي اسمها اوتو ويسك، وهنضغط هنا على بحث وهنختار اول اضافه اللي هي الاضافه دي، فهنضغط عليها، وبرضه هنطلع فوق هنا وهنضغط على الزر اللي لونه ازرق ده اللي مكتوب عليه الاضافه الى كروم، وهنضغط برضه هنا على حسنا، والاضافه الثانيه برضه هتتحمل معانا بالمنظر ده. انا كده يا شباب حملت عندي الاضافتين بشكل طبيعي جدا عندي على الموبايل. تعالى بقى اوريك ازاي تقدر تستخدم الاضافتين دول عندك من الموبايل من خلال البراوزر بتاع كويتا. لو احنا عايزين نستخدم الاكستنشن دول او الاضافتين دول هننزل تحت هنا عند الثلاث نقاط دول وهنضغط عليهم، وبعد كده هنضغط هنا على الاكستنشن دي يا شباب، المنطقه اللي فيها الاكستنشن او الاضافات اللي احنا نزلناها عندنا على المتصفح، فهنضغط عليها. وزي ما انت شايف الاضافتين بقى موجودين عندي بالمنظر ده، هذه الاضافه بتاعه اوتو ميتا ودي الاضافه بتاعه اوتو ويسك. ولو احنا كده ضغطنا على اي اضافه هنلاقيها شغاله عادي جدا. خلينا مثلا نضغط هنا على اوتو ميتا، زي ما انت شايف الاضافه فتحت معايا عادي جدا بالمنظر اللي انت شايفه ده. خلينا بس نضغط هنا على جو تو ميتا عشان اوريك شكل الاضافه. اول حاجه بس هنحتاج ان احنا نسجل بحسابنا على موقع ميتا علشان نقدر نستخدم الاضافه، فهتسجل بحسابك عادي جدا. هتضغط هنا على تسجيل الدخول، وبعد كده تضغط هنا على ابقى في كويتا بالمنظر ده علشان احنا مش عايزين نطلع بره المتصفح. وبما اننا بنستخدم الابلكيشن او التطبيق بتاع ميتا فكده معناها ان احنا هنحتاج ان احنا نسجل عن طريق الفيسبوك بتاعنا او هنسجل عن طريق الانستجرام. انا مثلا هسجل عن طريق الفيسبوك بحسابي، فهنضغط هنا برضو على ابقى في كويتا، وهتلاقي ان موقع ميتا فتح معاك بالمنظر ده بعد ما تسجل بحسابك. هتطلع فوق هنا وهتضغط هنا، وبعد كده هتضغط هنا على انشاء بالمنظر ده، وهتلاقي ان الصفحه بتاعه توليد الصور والفيديوهات فتحت معاك بالمنظر ده. علشان بقى نقدر نستخدم الاكستنشن عندنا على ميتا هنعمل اللي احنا عملناه من شويه، هننزل تحت هنا على الثلاث نقاط وهنضغط عليها بالمنظر ده، وهتضغط هنا على اكستنشن تاني بالشكل ده، وبعد كده هنضغط هنا على اوتو ميتا. وزي ما انت شايف كده الاكستنشن او اضافه فتحت معانا عادي جدا بالمنظر اللي انت شايفه ده زي الكمبيوتر بالظبط. وزي ما انت شايف كده الاضافه بتاعت ويسك شغاله عادي جدا. هنضغط برضو هنا على جو تو ويسك اهي، زي ما انت شايف الاضافه بتاعت ويسك شغاله برضو عادي جدا عندنا على الموبايل من خلال المتصفح بتاع كويتا براوزر بالمنظر اللي انت شايفه ده. زي ما انت شايف كده بالطريقه السهله جدا والبسيطه دي هتقدر بالطريقه دي تنزل جميع الاضافات بتاعت كروم عندك على الموبايل بشكل طبيعي جدا.
تعالى بقى اوريك ازاي تقدر تستخدم الاضافات دي عندك على الموبايل، بحيث تقدر تعمل بيها عدد كبير جدا من الفيديوهات الشورتس والفيديوهات الطويله اللي انت عايزها. لو احنا يا شباب عايزين نصنع اي فيديو عندنا من خلال الموبايل، اول حاجه هنحتاج ان احنا نعمل سكريبت للقصه اللي احنا عايزينها او للقصه اللي احنا متخيلها، وعلشان نقدر نعمل كده هنستعين بالشات جي بي تي. فهتفتح عندك على الموبايل الشات جي بي تي عادي جدا، ولو انت عايز حاجه تكتب لك سكريبت بشكل سريع وتعمل لك برومتات بشكل احترافي، لو انت يعني مش عندك اي خبره، هتطلع فوق وتضغط على الشرطتين دول بالشكل ده، وبعد كده هتضغط هنا فوق على التطبيقات بالمنظر ده، وبعد كده تطلع فوق هنا وتضغط على نماذج جي بي تي وهتضغط عليها. الصفحه دي يا شباب عليها ادوات كتيره جدا تقدر تستخدمها من خلال الشات جي بي تي، والادوات دي هتساعدك في الشغل بتاعك، وعلشان كده في اداه هننزلها عندنا على الشات جي بي تي. الاداه دي يا شباب اسمها فري اي اي ستوري جنريتور، فهتكتب الكلمه دي فوق عندك في البحث، وبعد كده هنضغط على اول اداه نلاقيها في وشنا اللي هي الاداه دي، وبعد كده هتنزل تحت هنا وتضغط على بدء الدردشه، والاداه هتفتح معانا بالمنظر ده. لو احنا بقى عايزين نعمل قصه هننزل تحت هنا وهنكتب شكل القصه اللي احنا بنتخيلها. انا مثلا يا شباب هكتب له الجمله دي: قم بكتابه قصه طويله باللغه العربيه باسلوب بيكسار ثلاثي الابعاد. طبعا انت تقدر تختار اي اسلوب انت عايزه، ايا كان بقى انمي او كرتوني او حتى واقعي. انا يا شباب كتبت له ان انا عايز القصه بتاعتي تكون عن التنانين، علشان انا عايز اعمل قصه كرتونيه عن التنانين. وبعد كده انا كتبت له ان انا عايز القصه بتاعتي تتكون من 20 مشهد. طبعا تقدر من هنا تختار عدد المشاهد اللي انت عايزها، تقدر بقى تختار 30 او 50 او حتى 100 مشهد. وكتبت له تحت في الاخر عايزك تضيف لي معاها برومتات تفصيليه للشخصيات الابطال بتوع القصه. والخطوه دي يا شباب مهمه جدا، علشان يا شباب احنا من خلال الخطوه دي هنقدر نعمل شخصيات ثابته من غير بقى كل شويه الشخصيات بتاعتنا تتغير والكلام ده. وبعد كده هنضغط هنا على ارسال، وبالفعل يا شباب في خلال ثواني انشأ لي القصه بتاعتي، وزي ما انت شايف عمل لي مشاهد كتير جدا بالمنظر اللي انت شايفه ده. وطبعا القصه بتاعتي تتكون من 20 مشهد زي ما انا طلبت منه بالظبط. وهتلاقي تحت المشاهد الوصف بتاع الشخصيات بتاعتي، علشان احنا زي ما قلنا هنقدر عن طريق الوصف ده ان احنا نثبت الشخصيات في القصه بتاعتنا. وزي ما انت شايفه عامل لي 3 شخصيات اللي هم نيرو ولونا وفولكر، وده هيكون التنين الشرير. عايزين بقى يا شباب نحول جميع المشاهد دي الى برومتات او اوامر، بحيث نقدر بعدين ناخد البرومتات دي بتاعه المشاهد ونحولها الى صور، وبعد كده من صور الى فيديوهات. وعلشان نقدر نحول جميع المشاهد دي الى برومتات هننزل تحت وهنكتب الجمله اللي انت شايفها قدامك دي، واللي هي اكتب لي برومتات باللغه الانجليزيه سطر بسطر، علشان اقدر اعمل فيديوهات باسلوب بيكسار ثلاثي الابعاد للقصه دي. وهتلاقوا جميع الجمل اللي انا بكتبها دي هتلاقوها تحت في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت، بحيث تقدروا تاخدوها كوبي وتعدلوا عليها زي ما انتم عايزين. وبعد كده هنضغط هنا على ارسال، وبالفعل كده يا شباب زي ما انتم شايفين حول لي جميع المشاهد بتاعتي الى برومتات بالمنظر اللي انت شايفه ده. وطبعا عدد البرومتات دي هيكونوا 20 برومت اللي هم هيكونوا على عدد المشاهد بتاعتي بتاعه القصه. وبعد كده اخر حاجه هنعملها وهي خطوه مهمه جدا، هننزل تحت برضو هنا تاني وهنكتب الجمله دي: استخرج البرومتات في ملف TXT. وبعد كده كتبت له في الاخر انا عايز البرومتات تكون هي الموجوده فقط، وعايزها بنفس الترتيب علشان ما يحصلش اي لخبطه في احداث القصه بتاعتي او في المشاهد. وبعد كده نضغط هنا على ارسال تاني، وبالفعل كتبها لي بالمنظر اللي انت شايفه ده. وطبعا الخطوه دي هتسهل علينا حاجات كتيره جدا قدام، واقدر ان انا اخدها كلها كوبي من هنا لو انا عايز. احنا كده خلاص يا شباب جهزنا كل حاجه، ولكن اول حاجه هنبدا بيها وهو ان احنا نصنع الصور بتاعه الشخصيات الابطال بتوع القصه. فهنطلع فوق خالص كده يا شباب هنا عند الشخصيات، وهنروح هنا عند البرومت بتاع اول شخصيه وهنحدد عليه بالمنظر ده وناخده نسخ. وبعد كده هرجع تاني على متصفح كويتا وهفتح موقع ويسك قدامي، واللي احنا عن طريقه بنقدر نولد صور بلا حدود بشكل مجاني. هننزل تحت هنا في الديسكرايب وهنعمل لصق لاول برومت بتاع اول شخصيه بالمنظر ده. وبعد كده هتضغط هنا على الاسبكت ريشيو وهتلاقي عندك فيه 3 مقاسات مختلفه. المقاس ده يا شباب مخصص للفيديوهات القصيره زي اليوتيوب شورتس والتيك توك والانستجرام ريلز، اما تاني مقاس ده فهو مخصص للفيديوهات الطويله زي فيديوهات اليوتيوب الطويله اللي هي بتكون بالعرض. انا مثلا يا شباب على سبيل المثال هختار المقاس ده اللي هو من 9 ل 16. وبعد كده هنضغط هنا على ارسال، وزي ما انت شايف كده بدا ان هو دلوقتي ينشئ لي اول صورتين لاول برومت. زي ما انتوا كده شايفين يا شباب عمل لي صورتين بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. المفروض بقى من هنا اختار اي صوره من الصورتين دول، علشان الصوره دي هتكون لاول شخصيه او لاول بطل موجود عندنا في القصه. انا مثلا اختار اول صوره فهضغط عليها بالمنظر ده، وبعد كده هضغط هنا على تحميل او داونلود علشان تتحمل معايا. هنضغط مثلا هنا على التخزين العام وهتنزل معايا في خلال ثواني.
وبعد كده هرجع تاني على الشات جي بي تي وهنزل تحت هنا عند تاني شخصيه وهاخدها نسخ زي ما عملنا احنا من شويه، وهرجع تاني على ويسك وهحذف البرومت القديم ده اللي هو بتاع اول شخصيه وهستبدله بالبرومت الجديد بتاع تاني شخصيه، وهضغط برده هنا على ارسال علشان يبدا في توليد الشخصيه التانيه. زي ما انتوا كده شايفين يا شباب الشخصيات شكلها جميله جدا بالمنظر اللي انت شايفه ده، واسلوب الرسم شكله تحفه. انا مثلا عجبتني اول صوره دي علشان كده هعمل لها داونلود، وهنضغط بعدين هنا على التخزين العام وهنعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه من شويه ولكن مع الشخصيه الثالثه، وهعمل للصوره دي داونلود وهضغط هنا على التخزين العام. وبكده يا شباب الثلاث شخصيات بتوعنا او الابطال بتوع القصه بقوا جاهزين، ونقدر حاليا دلوقتي نعمل المشاهد. ولكن اول حاجه لازم نعملها علشان نقدر نحافظ على شكل الشخصيات عندنا في المشاهد بحيث الشخصيات شكلها ما يتغيرش، هننزل تحت هنا ونضغط على اد ايمجز او اضافه الصور، هنضغط عليها بالمنظر ده، وبعد كده هتروح هنا عند السبجكت، وبعد كده هتنزل تحت هنا عند ابلود ايمج وهتضغط عليها، وبعد كده الاستوديو عندك هيفتح وهتحدد على الثلاث شخصيات دول او اللي هم الابطال بتوع القصه، وهتضغط فوق هنا على تم. وزي ما انت شايف الثلاث شخصيات بدأوا حاليا يترفعوا على الموقع، وبالفعل في خلال ثواني زي ما انت شايف هيترفعوا على الموقع بالمنظر ده. وتأكد عندك ان الثلاث صور معمول عليهم علامه صح بالمنظر اللي انت شايفه ده، وبعد كده هتضغط فوق هنا على علامه الاكس، وزي ما انت شايف هتلاقي ان الثلاث صور اتضافوا عندك تحت بالمنظر ده. دلوقتي يا شباب بالطريقه دي اي مشهد هعمله هيكون فيهم الثلاث شخصيات دول من غير شكل الملامح بتاعتهم ما تتغير تماما. لو احنا بقى يا شباب عايزين نعمل المشاهد بتاعتنا اللي هيكونوا موجودين فيهم الثلاث شخصيات دول، تعالى اوريك تعمل ايه. لو احنا يا شباب رجعنا تاني على الشات جي بي تي ونزلنا على البرومتات بتاعت المشاهد، زي ما انت شايف كده انا عندي برومتات كتيره جدا بالمنظر اللي انت شايفه ده، واللي هم تقريبا بيتكونوا من 20 برومت، يعني عدد ضخم جدا. طبعا يا شباب لو انا بقى خدت برومت وحولته الى صوره او للمشاهد بتاعتي الموضوع هياخد مني وقت ومجهود كبير جدا. تخيل بقى لو انت مثلا عندك 50 مشهد او 100 مشهد او اكتر، الموضوع هياخد منك قد ايه علشان تحول جميع البرومتات دي الى صور. وفي الحاله دي يا شباب بقى هنستعين بالاضافه اللي احنا نزلناها اللي هي اسمها اوتو ويسك. عن طريق يا شباب الاضافه دي هنقدر نحول جميع البرومتات بتاعتنا الى صور مره واحده او دفعه واحده من غير بقى الحاجه ان احنا نرفع برومت ونحوله الى صوره. وتعالى اوريك ازاي نقدر نعمل الكلام ده. هنطلع فوق خالص عند البرومتات هنا واروح هنا عند نسخ التعليمات البرمجيه وهنضغط عليها علشان ننسخ جميع البرومتات دي مره واحده. وبعد كده هنرجع تاني على ويسك ونضغط تحت على الثلاث نقاط، وبعد كده نضغط هنا على الاكستنشن، وبعد كده هنختار الاضافه دي اللي اسمها اوتو ويسك فهنضغط عليها، والاضافه هتفتح معاك بالمنظر ده. لو انت لقيت عندك الاضافه مكتوبه بلغه تانية غير اللغه الانجليزيه هتضغط فوق هنا، وبعد كده هتختار اللغه الانجليزيه من هنا. هتلاقي هنا قدامك في 3 اصدارات للاضافه بالمنظر اللي انت شايفه ده. الاصدار اللي احنا نستخدمه اللي هو الاصدار ده اللي هو فيرجن 7.5.1، علشان كده هنضغط عليه بالمنظر ده، وهتلاقي ان الاضافه فتحت معاك بالمنظر ده بالظبط زي الكمبيوتر. هنروح هنا عند البرومت ليست وهنعمل لصق لجميع البرومتات بتاعتنا بالمنظر ده او اللي احنا اخدناها كوبي من شات جي بي تي، وبعد كده تضغط هنا على سيتنجز او الاعدادات وانزل تحت وتاكد ان الخيار ده مفعل عندك اللي هو اوتو داونلود ايمجز. عن طريق الخيار ده يا شباب هيحمل لكم الصور بتاعتكم اللي الاضافه بتعملها بشكل تلقائي بدون بقى الحاجه انك تعمل داونلود لصوره صوره. وبعد كده هتضغط هنا على كنترول، هترجع تاني وهتنزل تحت خالص، وبعد كده هتضغط هنا على ستارت، واخر حاجه هتعملها هتضغط هنا على ران اون ذيس بروجكت بالمنظر ده. زي ما انتم شايفين دلوقتي يا شباب عمليه توليد الصور بدات، وهو دلوقتي يا شباب في تاني صوره. وتعالى كده نشوف مع بعض العمليه اللي بتحصل ورا هنا في الخلفيه. بس خلي بالك اوعى تقفل الصفحه دي عشان الصفحه دي لو قفلتها كل حاجه هتبوظ. ولكن زي ما انت شايف في الخلفيه عمال يولد صور بشكل طبيعي جدا. زي ما انت شايف بيضيف البرومت وبعد كده بيحولك البرومت ده الى صور بشكل تلقائي. بس خلي بالك اوعى تنزل بالصفحه دي تحت للاخر عشان لو انت نزلت بيها العمليه دي هتقف خالص وكل حاجه حرفيا هتبوظ. فانت خلي بالك اوعى تقفل الصفحه دي، انت خليك على الصفحه دي لحد ما يخلص لك او يحول لك جميع البرومتات بتاعتك الى صور. وعمل لي دلوقتي 7 صور من اصل 20 صوره او من اصل 20 مشهد. لو انت عايز تشوف ايه اللي بيحصل ورا في الخلفيه ممكن تنزل بس بيها كده بشكل بسيط بحيث تقدر تشوف ايه اللي بيحصل. ولكن خلي بالك اوعى تفلت ايدك عشان لو ايدك فلتت العمليه هتقف بالكامل. وبعد حوالي تقريبا دقيقتين او حاجه زي كده زي ما انت شايف كتب لي all done، وخلاص دلوقتي الصور بتاعتي كلها بقت جاهزه، واقدر حاليا دلوقتي ان انا انزل من النافذه دي تحت بدون ما اخاف. وتعالى كده نشوف الصور مع بعض. زي ما انت شايف عمل لي صور كتيره جدا بالمنظر اللي انت شايفه ده، والصور الصراحه يا شباب كلها شكلها جميله جدا. واهم حاجه كده زي ما انت ملاحظ هتلاقي ان هو محافظ لي على شكل
الشخصيات اللي انا رفعتها، وزي ما انت شايف كده الشخصيات شكلها ثابته وشكلها مش بيتغير ما بين المشهد والتاني بالمنظر الرهيب اللي انت شايفه ده، والصور كلها طالعه بجوده رهيبه جدا. ولو انت فتحت الاستوديو عندك او الملفات بتاعتك ودخلت عندك على الصور زي ما انت شايف هتلاقي جميع الصور تم تحميلها باستخدام الاضافه بالمنظر اللي انت شايفه ده. لو انت خدت بالك كده هتلاقي ان مجموع الصور اللي انا عملتهم مجموعهم اكتر من 20 صورة، وتحديدا هو عمل لي 40 صورة مع ان انا كنت طالب فقط 20 صورة. طب ايه اللي حصل؟ وال 20 صورة دول جم من فين؟ بكل بساطة يا شباب الاضافة اللي احنا كنا بنستخدمها من شوية بتاعة ويسك كانت بتطلع لي من البرومت واحد صورتين بحيث اقدر اعمل داونلود او تحميل لاكتر صورة عجباني، ولكن الاضافة ما بتعرفش الكلام ده، فبتحمل لك جميع الصور كلها وجميع النتائج اللي عجباك واللي مش عجباك. فدلوقتي كل اللي انا طالبه منك انك تختار من جميع النتائج دي او الصور دي النتائج فقط اللي عجباك. بعد ما تحدد على النتائج اللي انت عايزها او الصور اللي انت عايزها للمشاهد بتاعتك بالمنظر اللي انت شايفه ده، وتفتح صورة صورة وتختار افضل نتيجة، هتنزل تحت هنا وتضغط بعد كده هنا على نقل، وبعد كده تطلع فوق هنا وتضغط على علامة الزائد علشان تعمل انشاء مجلد. هسمي مثلا على سبيل المثال المجلد ده بكرتون بالشكل ده، وبعد كده تضغط هنا على انشاء، وبعد كده تضغط هنا على المجلد ده اللي انت عملته او اللي انت لسه عامله، وبعد كده هتضغط هنا على النقل هنا. وبالفعل زي ما انت شايف كده عمل لي مجلد جديد واضاف لي فيه جميع الصور اللي انا حددت عليها جوه مجلد واحد بالمنظر اللي انت شايفه ده. هنروح دلوقتي على المرحله اللي بعديها واللي هي تحويل الصور دي الى فيديوهات، وتعالى بقى اوريك ازاي تقدر تحول الصور دي كلها مره واحده الى فيديوهات وبشكل مجاني بالكامل بدون بقى الحاجه انك ترفع صوره وتحولها الى فيديو. هنرجع تاني يا شباب على المتصفح اللي احنا كنا بنستخدمه من شويه، وهننزل تحت هنا عند الثلاث نقاط دول وهنضغط عليهم، وبعد كده نضغط هنا على الاكستنشن زي ما عملنا من شويه. المره دي بقى يا شباب هنختار اول اكستنشن اللي هو اوتو ميتا او اول اضافه، فهنضغط عليها بالمنظر ده، وبعد كده هنقرب كده شويه ونضغط هنا على جو تو ميتا اي اي علشان نتنقل على الصفحه او الويب سايت بتاع ميتا دوت اي اي، واللي احنا عن طريقه هنقدر نحول الصور بتاعتنا الى فيديوهات. اول ما تروح على موقع ميتا هتنزل تحت برضه وتضغط على الثلاث نقاط، وبعد كده تضغط تاني هنا على اكستنشن وهتختار اول اضافه اللي هي اوتو ميتا، والاضافه هتفتح معاك بالمنظر ده. هتقرب برضو كده شويه. اول حاجه يا شباب هنعملها هنروح هنا عند الايمج ليست وهنروح هنا ونضغط على سيلكت مالتيبلاي ايمجز، هنضغط عليها بالمنظر ده، وهتروح على الملف اللي احنا كنا عاملينه من شويه اللي هو الملف ده اللي احنا حاطينه فيه جميع الصور، وروح عند السهم ده اللي نازل لتحت وخليه لفوق للمنظر ده. خلي بالك عشان الخطوه دي مهمه جدا. وبعد كده اضغط فوق هنا على الكل علشان يحدد لك على جميع الصور بتاعتك بالمنظر ده، وبعد كده تنزل تحت هنا وتضغط على تم علشان يرفع لك جميع الصور بتاعتك على الاضافه اللي هي بتاعت اوتو ميتا. وبالفعل كده زي ما انت شايف رفع لي جميع الصور بتاعتي وحدد بالظبط على 20 صوره. تاني حاجه بقى لازم نعملها وهي البرومت ليست او الاوامر اللي احنا عايزينها للفيديوهات بتاعتنا علشان ما تتحولش بشكل عشوائي. وعلشان نقدر نكتب البرومت ليست بتاع الصور دي كلها هنرجع تاني على الشات جي بي تي او الشات اللي كنا عليه من شويه وهنعمل نسخ للبرومت ده، وده يا شباب البرومت اللي احنا صنعنا منه الصور من شويه، فهناخده برضو تاني كوبي وهترجع هنا تاني على الاضافه وهتعمل بيست او لصق لجميع البرومتات بتاعتك. اضغط برضو هنا على سيتنجز او الاعدادات وبرضو اتاكد ان الخيار ده مفعل عندك، وزي ما قلنا ده الخيار اللي بيحمل لك الفيديوهات بتاعتك او الصور بتاعتك بشكل تلقائي بدون الحاجه انك انت تحملهم بنفسك. وبعد كده اخر حاجه هتنزل تحت هنا وتضغط على ستارت علشان يبدا ويحول لي جميع الصور بتاعتي الى فيديوهات. وبالفعل يا شباب دلوقتي العمليه بدات وهو دلوقتي في اول صوره، وزي ما قلنا يا شباب من شويه اوعى تقفل الصفحه دي عشان لو انت قفلتها كل حاجه هتبوظ، ولكن زي ما انت شايف كده في الخلفيه هو دلوقتي بيحول لي اول صوره الى فيديو بالمنظر اللي انت شايفه ده. واستنى لحد ما يحول لك جميع المشاهد بتاعتك او جميع الصور بتاعتك الى فيديوهات. في بقى يا شباب كده مشكله ظهرت لي من شويه، علشان اكون صادق معاكم خليني اقول لك عليها عشان لو ظهرت لك تعرف ازاي تقدر تحلها. انا من شويه سبت الاضافه مفتوحه علشان تخلص لي جميع المشاهد بتاعتي وتحولها لي كلها الى فيديوهات، وبالفعل بعدها بشويه حولت لي جميع المشاهد بتاعتي الى فيديوهات. ولكن لما انا ازلت النافذه دي علشان اشوف الفيديوهات اللي هو عملها لقيته حرفيا هو عمل لي فيديوهين فقط من اصل 20 مشهد، مع ان هو كتب لي ان هو خلاص خلص. فالمشكله دي بنسبه كبيره جدا ممكن تظهر لك، وعلشان تقدر تحلها بكل سهوله فكل اللي انا عملته ان انا عدت فقط
العمليه دي من اول وجديد، يعني رفعت له ال 20 صوره واضفت البرومبت وبعد كده ضغطت على ستارت، وكل حاجه بعدين بقت ماشيه بشكل طبيعي جدا، وبيولد فيديوهات زي ما انت شايف كده، بيضيف الصوره وبيضيف تحتيها البرومبت وكل حاجه ماشيه بشكل طبيعي جدا. فانا قلت بس اقول لك على المشكله دي عشان لو ظهرت لك تعرف ازاي تقدر تحلها، والحمد لله دلوقتي مش بيواجهني تماما اي مشكله. زي ما انتم كده شايفين يا شباب، الفيديوهات بتاعتي كلها بقت جاهزه بالمنظر اللي انت شايفه ده، وزي ما انت شايف كده الفيديوهات شغاله عادي جدا بالمنظر الرهيب والجميل جدا ده. ولكن في مشكله تانية ظهرت معايا خليني اقول لك عليها، ولكن مش شرط يعني ان المشكله دي تظهر لك انت. بعد ما الاضافه حولت لي جميع المشاهد بتاعتي الى صور، لما انا دخلت عندي على الاستوديو لاحظت ان الفيديوهات ما نزلتش عندي تماما، مع ان المفروض الاضافه تنزل الفيديوهات عندي بشكل تلقائي. وللعلم يا شباب المشكله دي مش بتظهر على الكمبيوتر، ولكن لاحظت ان المشكله دي بتظهر على الموبايل فقط. لو يعني المشكله دي ظهرت لك هتفتح اي فيديو بالمنظر ده وهتنزل تحت هنا وتضغط على الزر ده اللي هو الزر بتاع الداونلود او التحميل، وتضغط هنا على التخزين العام، وبالفعل الفيديو يتحمل معاك. فللاسف هتضطر يعني انك تنزل فيديو بشكل يدوي. بعد ما جهزنا جميع الفيديوهات بتاعتنا بالمنظر اللي انت شايفه ده، هنروح دلوقتي يا شباب نتنقل على الخطوه اللي بعديها، وهي عمل تعليق صوتي للفيديو. علشان نقدر نعمل تعليق صوتي للفيديو بتاعنا هنفتح تاني شات جي بي تي، وهنرجع على الشات اللي احنا كنا عليه من شويه، وهتنزل تحت هنا وهتكتب الجمله دي اللي هي قم بعمل تعليق صوتي وقسم التعليق على حسب المشاهد، وبعد كده هنضغط هنا على ارسال. وبالفعل كده زي ما انت شايف قسم لي المشاهد وعملها لي تعليق صوتي، وكل مشهد زي ما انت شايف كده تحتيه التعليق الصوتي بتاعه. وبعد كده اخر حاجه هعملها هنزل برضو تحت هنا وهكتب الجمله دي: استخرج التعليق الصوتي في ملف TXT، التعليقات الصوتيه فقط وبنفس الترتيب، علشان ما يحصلش لخبطه في ترتيب التعليقات الصوتيه. وزي ما انت شايف كده كتبها لي بالطريقه دي. فهنطلع فوق هنا وهناخد التعليق الصوتي ده كوبي بالمنظر ده. علشان بقدر احول النص ده او التعليق الصوتي ده الى صوت، هروح افتح موقع جوجل AI ستوديو، واكيد طبعا هتلاقيه سيب لك جميع الروابط وكل المواقع اللي انا هتكلم عليها تحت في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت علشان اسهل عليك الدنيا. بعد ما تفتح جوجل AI ستوديو هتنزل تحت هنا وهتسحب الشريط ده على اليمين بالمنظر ده، وبعد كده تضغط هنا على الخيار ده، وده يا شباب اللي احنا عن طريقه هنقدر نحول النص الى صوت. وهتلاقي ان الصفحه دي فتحت معاك، هتطلع فوق وهتضغط هنا، وبعد كده هتروح هنا عند المود وهتختار سنجل سبيكر اوديو بالمنظر ده. هتقفل النافذه دي من هنا وهتنزل تحت هنا عند التكست وهتعمل لصق للتعليق الصوتي اللي انت خدته من شويه كوبي بالمنظر ده. هتضغط فوق هنا تاني وبعد كده هتنزل تحت هنا عند الفويس او الاصوات وهتختار من هنا الصوت اللي انت عايزه. وزي ما انت شايف هتلاقي موجود عندك فيه اصوات كتيره جدا لرجاله وبنات، تقدر بقى من هنا تختار الصوت اللي انت عايزه. انا مثلا عايز اختار الصوت ده فهضغط عليه بالمنظر ده، وبعد كده اخر حاجه هنعملها هنضغط تحت هنا على رن علشان يبدا في تحويل التعليق الصوتي ده او النص ده الى صوت. في عالم بعيد يدعى أوريليا، حيث تتراقص الغيوم وتحلق التنانين، يبدأ يوم جديد مليء بالسحر والأمل. زي ما انت سمعت كده التعليق الصوتي كان ممتاز جدا، وبالظبط كأن واحدة بتحكي لك قصة. لو التعليق الصوتي ده عجبك وعايز تحمله هتضغط تحت هنا على الثلاث نقاط دول، وبعد كده تضغط هنا على تنزيل، والتعليق الصوتي يتحمل معاك في خلال ثواني. وبكده يا شباب احنا كل حاجة بالنسبة لنا بقت جاهزة. هنروح دلوقتي يا شباب على اخر مرحلة واهمهم، وهي المونتاج. لو انت شخص مش بتحب تعمل مونتاج والكلام ده، في الفيديو اللي قبل اللي فات كنت شارح طريقة في الدقيقة اللي ظاهرة قدامك على الشاشة ازاي تقدر تعمل مونتاج بشكل تلقائي. فلو انت عايز تعرف الطريقة فارجع للفيديو ده اللي ظاهر قدامك على الشاشة وروح على الدقيقة دي. فانا الصراحة مش هعيد الطريقة دي عشان زي ما انت شايف الفيديو طول مننا جدا، وانا الصراحة مش عايز اطول اكتر من كده. الصراحة الطريقة دي انا مش بفضلها، وبفضل انك انت تعمل مونتاج بنفسك علشان تقدر تربح من اليوتيوب. فانت لازم تحط التاتش بتاعك ولازم تعمل لمسة بتاعتك في المونتاج علشان اليوتيوب يخليك تقدر تربح من الفيديوهات دي. علشان كده انا بفضلش الطريقه الاولى وبفضل الطريقه الثانيه اللي هشرحها لك دلوقتي. لو انت عايز تعمل مونتاج من خلال الموبايل، في تطبيق جميل جدا يا شباب اسمه VN، فتقدر تحمله عندك من بلاي ستور. الحلو في التطبيق ده ان هو تطبيق مجاني تماما، عامل بالظبط زي كاب كات، فتقدر تستخدم التطبيق ده مكانه لو انت عايز يعني. ولو انت بتستخدم اي تطبيق تاني للمونتاج فعادي جدا تقدر تستخدمه، مفيش مشكله ان شاء الله. اول ما تفتح برنامج المونتاج اللي هو VN هتضغط هنا على نيو بروجكت، وبعد كده هتحدد على كل فيديوهاتك اللي انت عملتها بالمنظر ده، او يعني الفيديوهات اللي انت عايز تعمل لها مونتاج. وبعد ما تحدد عليهم بالمنظر ده هتنزل تحت هنا وتضغط على نيكست، وهتلاقي ان برنامج المونتاج فتح معاك بالمنظر اللي انت شايفه ده. زي ما انت شايف كده هو اشبه ببرنامج كاب كات، او تقريبا هو نسخه منه. بنسبه كبيره انت هتلاقي المشاهد بتاعتك تحت هنا مش مترتبه، فانت كل عليك انك تعمله انك ترتب المشاهد بالترتيب. لو انت مثلا عايز ترتب المشاهد بتاعتك، لو مثلا على سبيل المثال المشهد ده هو مثلا المشهد رقم 1،
عشان اقدر اسحبه واخليه في الاول هنا هتضغط عليه ضغطه مطوله بالمنظر ده، وهتلاقي ان هو اتحدد عليه باللون الاصفر بالمنظر ده. اقدر بقى اخده واسحبه في المنطقه اللي انا عايزها، ايا كان بقى في اول الفيديو ولا في اخر الفيديو. اقدر بقى اخده واحطه في اي منطقه انا عايزها بالمنظر ده، بحيث يعني اقدر ارتب المشاهد بتاعتي بالشكل ده. في بس خطوه بسيطه لازم تعملها، هتروح كده عند اخر الفيديو، وزي ما انت شايف هتلاقي ان هنا في زي سكرينه سودا او شاشه سودا، فطبعا من افضل انك تمسحها. فهتضغط عليها ضغطه بالمنظر ده، وبعد كده تضغط هنا على ديليت عشان تمسحها، علشان الشاشه السودا ما تظهرش عندك في الفيديو. وبعد ما ترتب المشاهد بتاعتك بالمنظر ده، هنروح دلوقتي على الخطوه اللي بعديها، وهي اضافه تعليق صوتي على الفيديو. علشان نقدر نضيف التعليق الصوتي بتاعنا على الفيديو، هتروح هنا وتضغط على تاب تو اد ميوزك، وبعد كده تضغط هنا على ميوزك، وبعد كده تضغط هنا على ماي ميوزك، وبعد كده تضغط هنا على فايل اب، وبعد كده تضغط هنا على اوك، وبعد كده تضغط هنا على ملفاتي عشان تقدر ترفع التعليق الصوتي اللي انت عايزه. ده مثلا يا شباب التعليق الصوتي اللي انا عايزه، فهحدد عليه بالمنظر ده، وبعد كده هنزل تحت هنا واضغط على تم، وهتضغط هنا على نيو، وبعد كده تضغط هنا على كرييت البوم، وهتحدد بعدين عليه بالمنظر ده، وبعد كده تضغط هنا على يوز عشان تقدر تستخدمه. تقدر بقى من هنا تختار الجزئيه اللي انت عايزها من التعليق الصوتي، وبعد كده تنزل تحت هنا وتضغط على علامه الصح، وزي ما انت شايف هتلاقي ان التعليق الصوتي اتضاف فوق بالمنظر ده. ودلوقتي لو احنا جربنا نشغل الفيديو هتلاقي ان التعليق الصوتي شغال عادي جدا. وتعالى كده نجربه مع بعض. في عالم بعيد يدعى أوريليا، حيث تتراقص الغيوم وتحلق التنانين، يبدأ يوم جديد مليء بالسحر والأمل. زي ما انت سمعت كده التعليق الصوتي اتضاف عادي جدا على المشاهد بتاعتنا. اكتر بقى حاجه انا عايزك تاخد بالك منها، حاول بس توافق او تناسق ما بين التعليق الصوتي والمشاهد بتاعتك، علشان يكون التعليق الصوتي لايق على المشاهد. لو انت لقيت التعليق الصوتي اطول من المشهد بتاعك، ممكن بكل بساطه انك تحدد على مشهد بالمنظر ده، وبعد كده هتنزل تحت هنا وتضغط تحت هنا على سبيد بالمنظر ده، وبعد كده تضغط هنا على ريجولار، وبعد كده هتسحب الشريط ده في الاتجاه اليمين بالمنظر ده. وبعد كده لو انت ضغطت هنا على علامه الصح، زي ما انت شايف هتلاقي ان المشهد اتمدد معاك بالمنظر ده. اما مثلا لو انت عايز تعمل العكس، يعني مثلا تصغر المشهد بتاعك، هتعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه من شويه. هتحدد على المشهد بالمنظر ده، وبعد كده تضغط هنا على سبيد، وبعد كده تضغط هنا، وبعد كده تسحب المؤشر ده في الاتجاه الشمال بالمنظر ده. وبكده انا هسرع المشهد بتاعي وهخلي مدته اقصر، وبعد كده هنضغط هنا على علامه الصح. في برضو طريقه تانية تقدر تصغر برضو من خلالها المشهد، وهو انك انت تحدد على المشهد بالمنظر ده، وبعد كده تسحبه من الطرف كده في الاتجاه الشمال بالمنظر ده. وكده زي ما انت شايف المشهد بتاعك المده بتاعته هتصغر. فبالطريقه دي تقدر تكبر او تصغر المشهد بتاعك زي ما انت عايز. لو انت كده بالنسبه لك الفيديو بتاعك كله تمام، هتطلع فوق هنا وتضغط على داونلود، او هتضغط على الزر ده اللي لونه ازرق. لو انت نزلت تحت هنا وضغطت على مانيوال بالمنظر ده، هتقدر من هنا تختار الريزوليوشن او دقه الفيديو اللي انت عايزها. زي ما انت شايف هي معموله بشكل تلقائي على 1080 بي. تقدر بقى تخليها على 2K او مثلا تخليها على 4K لو انت عايز، ولكن انا هخليها زي ما هي على 1080 بي. او انك انت تضغط هنا على الاوتو وتخلي كل حاجه زي ما هي، وبعد كده تضغط هنا على اكسبورت علشان يبدا في تحميل الفيديو عندك على الموبايل. وزي ما انت شايف عمليه التحميل سريعه جدا ومش بتتاخر. ولو انت دخلت على الاستوديو عندك على الموبايل اللي عليه الصور والفيديوهات، هتلاقي ان الفيديو بتاعك ظاهر قدامك بالمنظر ده. لو انت بقى خدت بالك كده هتلاقي ان الفيديو تماما بدون اي علامه مائيه بالمنظر اللي انت شايفه ده. وصراحه الفيديو شكله جميل جدا، علشان برنامج المونتاج ده مش بيسيب اي علامه مائيه في الفيديو اللي انت بتعمله من خلاله. وتعالى كده اوريك جزئيه من الفيديو بعد ما احنا عملناه مع بعض. في عالم بعيد يدعى أوريليا، حيث تتراقص الغيوم وتحلق التنانين، يبدأ يوم جديد مليء بالسحر والأمل. هنا يعيش نيرو، تنين صغير يحلم بالطيران عاليا حتى لو تعثر وسقط مرات كثيرة. لكن نيرو يختلف عن الجميع، فبدل النار القوية لا يخرج من فمه سوى شرارات زي ما انت شفت وسمعت كده الفيديو كان جميل جدا. وزي ما انت شايف حركة الفيديو الصراحة اسطورية جدا. هتقدروا بقى بالطريقة دي يا شباب تصنعوا بيها كمية الفيديوهات اللي انتوا عايزينها دفعة واحدة. وزي ما انت شفت كده الاكستنشن او الادوات وفرت علينا وقت كبير جدا. ومعلش بقى انا عارف ان الفيديو ده كان طويل، ولكن كان في حاجات كتير جدا كان لازم اشرحها، علشان انا مش بحب انك تخرج من الفيديو وانت مش فاهم حاجة. وبس كده يا شباب، وبكده احنا وصلنا اخر الفيديو. لو انت حابب النوعية دي من الفيديوهات، ولو انت عايز اكتر من فيديوهات الشرح على الموبايلات، فياريت تكتب لي تحت في التعليقات، وان شاء الله هكتر من النوعيه دي من الفيديوهات. زي ما انت شفت كده انا حرفيا ما بخلتش عليك باي معلومه، فاتمنى منك برضو انك تبخلش عليا بلايك وسبسكرايب، وانك تفعل زر الاشعارات لو تكرمت طبعا، علشان يوصلك كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. وبس كده وصلنا اخر الفيديو. كان معكم سونيك، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. في امان الله.